القتل في العراق يتطور بشكل مستمر. من اختطف سجاد هي ذات قوى لا دولة. تجد كثير من الأحيان أن مداهمة البيوت الأحرار الناشطين المتظاهرين تتم بأدوات وأجهزة حكومية. اما الشاكر حسين وبالحسين اللي تكون تطلقون صراحه سجاد مقرود ومظلوم مظلوم سجاد. صناعة أدوات الموت لم تكن حكرا على رصاصة تطلق من سلاح، على جانب آخر من إخفاء الحقيقة وقتل حرية التعبير. تكفي عصبة واحدة لتغطية العينين وقتل حرية التعبير. لكن الأكثر قسوة غياب العراقيين في أنفاق مغلقة لا ترى النور. ما يقيد ضد مجهول نبحث عنه لنحاول فك القيد، أو على أقل تقدير أن نثير زوبعة من الحقائق والمعلومات لنحاول إحياء أماكن تركت فيها القصة ولم تكتب. في مركز ساحة الحبوبي شهدنا أوسع نطاق للتظاهرات منذ عام 2019، ومنها كان الطريق سهلا إلى ساحة التحرير وتكوين انتفاضة تشرين. وفي أحد شوارع الناصرية كان الظلام دامسا لتتحرك سيارتان على الفور صوب أحد المتظاهرين الذين شكلوا أيقونة في تحريك الشارع العراقي. كان من بينهم الناشط الشاب سجاد العراقي وصديقه باسم فليح. وجهوا له طلبا بالخروج بهدوء دون أي ردة فعل متهورة. رفض أحدهم فأطلقوا النار عليه، وعرف فيما بعد أنه باسم فليح صديق سجاد. لكن سجاد غيب على يد الخاطفين حتى يومنا هذا. أناشدهم بإطلاق سراح ولدي المخطوف سجاد العراقي اللي ما إلى أي ذنب، ما إلى أي ذنب. طلع يطالب بحقوق مشروعة كفلها الدستور وكفلتها المرجعية. على ما يبدو أن الجهة الخاطفة هي أقوى من الحكومة، أقوى من القوات الأمنية، أقوى من الجيش، تمتلك أذرع عسكرية. ولهذا السبب يعني حتى من يعني الأسماء اللي مكشوفة واللي صدرت عليها أوامر قبض من قبل القضاء لم يجري تنفيذ أوامر القضاء، وبقت القضية معلقة، ولا زال مصير سجاد العراقي غامض رغم التصريحات الحكومية اللي هي أساساً يعني لتضليل الرأي العام دون تحقيق نتائج المرجوة من هذه القوات ومن هذا الحراك الأمني. منذ عام 2011 كان سجاد أيقونة التظاهرات والصوت الذي لبى رغبة المئات في المطالبة بحقوقهم. وعلى مشوار الحركات والاحتجاجات الشعبية كان الاستهداف للناشطين ما بين اغتيال واعتقال واختطاف. بالتأكيد القتل في العراق يتطور بشكل مستمر. من اختطف سجاد هي ذات قوى لا دولة، والقوى السياسية المتضررة من وجود شباب مثل سجاد ممكن أن يرفعوا صوتهم بهذه الجرأة وهذه القوة، وممكن أن يعري ويكشف زيف ادعاءاتهم وشعاراتهم وفسادهم بالتالي وفشلهم، وبذلك يستخدمون أسوأ أساليب يعني العقوبات الغير المشروعة والمتعلقة بالتغييب القسري. هذا التغييب الذي ربما يؤدي إلى موت مؤجل، لكنه بالتالي ذو هذا المختطف لا يمكن أن يحصلوا على ما يثبت مصير أبنائهم سواء كان حي أو ميت، وربما يكون محجوز. وحتى الدولة وبأكبر جهاز عندما أرادت أن تصل إلى سجاد واجهتها قوى متحالفة مع قوى لا الدولة.
في ساحة الحبوبي بقيت الناصرية العقدة الأصعب التي حاول حلها الكثير من أطراف حكومية وأخرى عشائرية. حقوق منقوصة وخدمات معدومة وفرص غائبة. نعاهد أرواح الشهداء الذين استشهدوا في طيلة أيام الانتفاضة لمواصلة الثورة وحتى الإطاحة برؤوس الفاسدين وتحرير الوطن من المارقين. هاي 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 الملايين التقم على حسين. هاي هاي لم تتوقف الأصوات فيها عند حد الهتاف فحسب، بل كانت مدوية بأسماء شخصيات واتهامات لجهات عديدة. سجاد كان صوتا واضحا في كشف هذه الخفايا. قضية سجاد عراقي هي قضية تمس شباب العراق. سجاد عراقي أخونا وما نتنازل عنه مهما يكون، وسنطالب قضية سجاد عراقي. المختطف سجاد العراقي صار له فترة يعني مغيب عن الساحة، مغيب عن الشارع، ما نعرف مصيره شنو، وما زالت الحكومة المركزية والحكومة المحلية مكتوفة الأيدي تماما. يعني حكومة بيها جهاز استخباراتي، بيها جهاز دولة كاملة ما تقدر توصل إلى سجاد العراقي. تفاعل النشطاء بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادث الاختطاف، وصعد وسم الحرية لسجاد العراقي إلى الأعلى تداولا في تويتر على مدى يومين. وتناولت التغريدات انتقاد الحكومة وفتح ملفات الخطف في العراق منذ انطلاق الاحتجاجات. كانت بداية ردة الفعل غاضبة في الناصرية عقب انتشار خبر اختطاف سجاد العراقي، حيث خرج المتظاهرون بعد ساعة من الحادثة وأضرموا النيران في 3 جسور رئيسية وقطعوها بالإطارات المحترقة، ونددوا بما حصل لسجاد، كما تجمهروا أمام ديوان المحافظة استعدادا لحرقه أيضا. هؤلاء الشباب لا يريدون أن يقدموا أنفسهم قرابين لجنات غير معلومين وغير معروفين، لأن عمليات القتل وكان آخرها اغتيال الشهيد إيهاب الوزني، والتي عجزت أيضا الحكومة عن الكشف عن مصيره، على الرغم من أنه في أكثر من تسجيل له أعلن بأنه قدم ما يثبت الشخصيات التي هددته والجهات التي كانت تحاول أن تسكت صوته. لكن التخادم السياسي والخشية من كشف المجهول يجعل كثير من قوى الدولة منصاعة بشكل طوعي بدون أن تدرك عن قصد أو عن غير قصد، منصاعة وتغدو أداة من أدوات القتل، لأنها تكون شريكة في هذه العمليات، لأنها تعرف القاتل بشكل واضح على وفق ما متوفر لديها من أدلة وبراهين، لكنها تخشى عن الإفصاح عنه. دارت عقارب الساعة في اليوم الواحد كأنها أكثر من 24 ساعة ما بين الانتظار الطويل والأيام المتراكمة، إلا أن سجاد سجل اسمه في قوائم المختطفين، أو فلنقل المغيبين، لكن سجاد لم يعد. لم تكن ملامح حادثة الاختطاف واضحة في بادئ الأمر، لكن المتظاهرين أكدوا أن المختطفين من الميليشيات المسلحة التي تضررت مما فعله المحتجون بهم من إحراق مقراتهم. تجد كثير من الأحيان أن مداهمة البيوت الأحرار الناشطين المتظاهرين تتم بأدوات وأجهزة حكومية، كون تلك الأجهزة الحكومية أصبحت أداة بيد تلك الميليشيات وتلك الأحزاب الفاسدة. تلك الأحزاب الفاسدة لا تمتلك رؤية دولة، لذلك هي يعني تلعب كيفما تشاء بتلك الأجهزة الكبيرة والعملاقة من أجل مصالحها الخاصة ومصالح تخص الميليشيات والأحزاب داخل العراق، وربما تخص يعني ارتباطات خارجية. سجاد
الناشط ابن الناصرية ابن عاصمة الثورة لا زالت يعني الدور في حلقة مفرغة. يعني القوات الأمنية لم نلمس هناك يعني جدية بمحاولة الإفراج عن الناشط سجاد العراقي. هناك كانت توجهات وفي بداية عملية الاختطاف توجيه قوة من مكافحة الإرهاب، لكن هذه القوة أيضا باءت يعني مهمتها بالفشل وعادت بدون أن تحقق أدنى ما كنا نطمح إليه كناشطين بالكشف عن الخاطفين واعتقالهم. عمليات الاختطاف أوصلت رسالة سيئة وسلبية للقوى السياسية الناشطة والناشئة والتي انبثقت من تشرين، والتي كانت تأمل بأنها استطاعت أن تغير النهج الدموي والنهج العنفي لدى كثير من القوى، وربما تخوض العملية الديمقراطية والعملية السياسية عن طريق الانتخابات. هذه الرسالة أثبتت بأن قوى الدولة ومؤسسات الدولة غير قادرة على حماية القوى التشرينية الناشئة، وبالتالي أعلنت هذه القوى وبعض هذه القوى عزوفها ومقاطعتها المستقبلية للانتخابات لعدم وجود ضمانات حقيقية بالمشاركة. بعد ساعات قليلة أكد قائد شرطة المحافظة أنه تم التعرف على الخاطفين والتوجه لإلقاء القبض عليهم وتحرير الناشط سجاد والكشف عن تكفل شيخ عشيرة المتهم بالخطف بسلامة الناشط. وعلى إثر الحادثة تم تشكيل فريق عمل سريع لتحرير الناشط المختطف بعد التعرف على هوية أحد الخاطفين. تعرض سجاد إلى التهديد منذ 4 أشهر ونحن معه دائما، وتعرض موكبه للتفجير أيضا، وضع أبو ناسف له رسالة تحذيرية أو محاولة قتله ولكنها فشلت. ولكن الآن قاموا بزرع أحد عناصرهم مع سجاد وبعدها تم اختطافه إلى جهة مجهولة. قيادة شرطة ذي قار وبعد التصعيد الأخير الذي قام بثوار ساحة الحبوبي بذلت جهود ولكنها لم تثمر عن شيء لحد الآن، رغم أن الشخص الخاطف معروف والجهة التي خطفتها معروفة، ولكن لحد الآن لا يستطيعون تحريك ساكن بسبب الضغوط التي تظهرت عليهم من قبل بغداد والكتل السياسية الإسلامية الحاكمة. حصلنا على بعض المعلومات التي تقودنا إلى أن جهة ما محسوبة على بعض الفصائل هي التي خطفت سجاد ولا تريد قتله، إنما إبقاؤه على قيد الحياة. رسالة تبعث لنا تفسيرات مريبة ما بين تصديق هذه المعلومات أو أن سجاد مات حقا. لجنة بعد أخرى تأتي إلى محافظة ذي قار من أجل الاطمئنان على أن ملف سجاد في مقبرة الملفات الميتة. في غضون 4 أيام حالة استنفار قصوى لدى الأمن في البحث عن سجاد. في الأثناء كانت ساحة الحبوبي تغلي بالاحتجاج وتنتظر عودة سجاد. في هذه الساعات دخلت التغيير بيت سجاد ونقلت صوت أمه الذي اختلط ما بين القهر والمناشدة. مشايتي الحسين وبالحسين أريدكم تطلقون صراحة، سجاد مقرود مظلوم سجاد بهذا الاختطاف. سجاد خريج كلية التاريخ كان الأكثر حيوية من بين المتظاهرين. معلومات كشفها لنا ناشطون عندما أردنا أن نعرف لماذا تم اختطافه وهل أثار غضب جهات ما. الفترة التي سبقت اختطاف سجاد تصدرت فيها العناوين انطلاق حملة حكومية طالت مصادر تمويل مهمة لبعض الميليشيات الخارجة على القانون، الأمر الذي دفعنا للبحث في مصلحة الجهة التي أرادت اختطاف العراقي، أي ما يكشف عن محاولة للضغط على الحكومة ليكون سجاد الخاسر في جولات المواجهة بين الدولة واللا دولة. قوى اللا دولة تغولت واستخدمت العنف في أقصى درجاته وفي أعلى درجاته، واستمرت باستهداف الناشطين وأصحاب الرأي والإعلاميين مع سكوت واضح وصمت يعني شنيع لقوى الدولة التي
تماهت مع قوى اللا دولة، وأصبح الفرز فيما بينها مسألة صعبة، مسألة معقدة، لأننا لا نستطيع الآن أن نقول أن هذه القوى التي ساقت هذا المواطن هل هي قوى دولة أو قوى لا دولة. أمر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حينها بإرسال قوة عسكرية خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب والتحرك نحو الناصرية لتحرير الناشط العراقي، لكن القوات الأمنية لم تفلح في إيجاده. على إثر هذا دخلت القوات الأمنية في مشادة مع إحدى العشائر لدى تفتيش منزل شيخ قبيلة معروف في إحدى المناطق لتشتعل أزمة أخرى أسهمت في تقليل فرص البحث عن العراقي المختطف ومحاولة حل أزمة كادت أن تحصل. العشائر فيها الجيد وفيها السلبي، أكيد فيها أناس غررت بهم الميليشيات وأصبحوا جزء من الميليشيات، كون تلك الميليشيات بحثت لها عن قواعد في العراق وعن شيوخ صنعتهم صناعة من أجل موافقتها الرأي والذهاب معهم حيث يريدون. ناشطون من الشباب كشفوا لنا أن سجاد هو قصة جديدة للخيبة والخذلان، وتأكيد حقيقي أنهم سيلقون سيناريو مماثل إذا قالوا إنهم يريدون وطن. المقلق في القضية عندما حاولنا البحث عن حساب سجاد على موقع فيسبوك وجدناه مغلقا، ما أوحى إلينا توسيع دائرة الاتهام. يعني حلم بعودة السجاد وعودة جلال الشحماني وعودة توفيق التميمي وسواهم من الناشطين والإعلاميين الذين غيبوا، هذا حلم بعيد المنال، لأن أعتقد أن قوى اللا دولة والجماعات التي اختطفت وغيبت هؤلاء لا تبقي عليهم، وأن جميع اللجان التحقيقية لم تكن عاجزة عن الوصول إلى خيوط لكشف هذه الجرائم، لكنها توصلت بالفعل إلى خيوط توصل إلى الجنات الحقيقيين، لكنها لا تجرأ تحت ضغط قوى اللا دولة، لا تجرأ أي لجنة تحقيقية عن البوح باسم جهة أو باسم قاتل واحد. تزامنت المظاهرات في الناصرية مع خبر توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمنع الفريق جميل الشمري من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية بمحافظة ذي قار. عندما نظرنا إلى مؤشر التغييرات في الناصرية بعيد فترة الاختطاف وحتى يومنا هذا، تحركت خارطة التشكيلات الأمنية بحثا عن استقرار وضمان لحقوق المواطنين. منذ ذلك اليوم لم تتوقف أوسمة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي التي كان سجاد يحملها معه في كل تظاهرة. شباب الناصرية وعموم العراق ما زالوا يطالبون بإيجاد سجاد أيقونة حراكهم الشعبي. عندما تجولنا في الناصرية وتحديدا في ساحة الحبوبي، كانت يافطة المتظاهرين ولا زالت الأكثر شهرة في وسائل الإعلام: الخائفون لا يصنعون الحرية. بعد أن شهدت الساحة اشتباكات واسعة، اتهمت حينها بعض الجهات بإطلاق النار على المتظاهرين. عند جمع معلومات جديدة غير موثقة بدليل، لكنها كانت رائجة في الأيام الأولى من اختطاف سجاد، معلومات عن وجود أنفاق سرية في الناصرية لجهات محسوبة على فصائل خارجة على القانون وتتبع لإيران. تحدث بعض الناشطين عن وجود سجاد في أحد تلك الأنفاق. هنالك الكثير من الشواهد، إمكانيات الدولة العراقية المتاحة فيما يخص الأجهزة الأمنية وعدد المنتسبين لهذه الأجهزة التي يفوق 1,000,000 منتسب، فضلا عن الإمكانيات اللوجستية، قادرة على الكشف عن أي جريمة مهما كانت معقدة، لكن وجود إرادة سياسية تمنع هذا الكشف هو الذي يجعل هذه اللجان لجان عاجزة. من يعني الأسماء اللي مكشوفة واللي صدرت عليها أوامر قبض من قبل القضاء لم يجري تنفيذ أوامر القضاء، وبقت القضية معلقة، ولا زال مصير سجاد العراقي غامض رغم التصريحات اللي
الحكومية اللي هي أساسا يعني لتضليل الرأي العام دون تحقيق نتائج المرجوة من هذه القوات ومن هذا الحراك الأمني. نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن هذه الجريمة ومعلومات المعلومات الخفية عنها، لذا نحن نسعى ونستمر بالتصعيد لحين اطلاق سراح سجاد العراقي. نطالب من خلال قناتكم باطلاق سراح الاخ سجاد العراقي من قبل القوات الامنيه، كما نطالب جهاز مكافحه الارهاب بالتدخل والسيد الكاظمي رئيس الوزراء ووزير الداخليه ووزير الدفاع باطلاق سراح سجاد العراقي ومحاسبه المقصرين، علما بان المقصرين معروفين وهي جهه حزبيه موجوده الان في الحكومه وتمتلك اعضاء برلمان في البرلمان، وهي المسؤولة الأولى عن خطف الأخ سجاد العراقي. تحركت قوى سياسية وجهات رسمية وعلى رأسها التيار الصدري الذي غرد باسمه زعيمه مقتدى الصدر، متهما وقوف جهات وراء الاغتيالات التي تطال الناشطين في الحراك الشعبي. كان صدى الاختطاف واسعا في أروقة حقوقية عراقية وإقليمية وعالمية اتفقت معظمها من خلال تقصينا عن ردود الفعل الدولية لنجد اتفاقا على رفض مطلق لتقييد حرية إنسان وخطفه وإنهاء حقه الإنساني في دولة يكسر فيها القانون. منذ انطلاق انتفاضة تشرين في أكتوبر 2019 اختطف المئات من الناشطين والمتظاهرين، فيما لا يزال نحو 55 منهم في مصير المجهول وفق الإحصاءات المحلية العراقية. وجهت اتهامات لجهات تتقنع السياسة في عملها، لكن لا دليل على ذلك، وربما أن اختطاف سجاد يرتبط مباشرة فيما يجري من استعداد للانتخابات. يعني لعدم وجود ضمانات في العملية الانتخابية هنالك نعم نية للعزوف وللمقاطعة، لأن المشاركة في انتخابات محكوم عليها التزوير والتلاعب وعدم قدرة الحكومة بالإيفاء بتعهداتها بمنع السلاح المنفلت بأن يكون حاضر في تصفية عدد كبير من الناشطين ومنع المال السياسي المشبوه من أن يستخدم في حرف مسارات العملية الانتخابية. بالتأكيد سيكون هنالك قرار قطعي وبات لمقاطعة الانتخابات التي لا تنتج تغييرا، هي عملية تسويفية وعملية لا داعي للاشتراك بها، عملية مضيعة للوقت، لأننا لا نعتقد ولا نثق بأن هذه الانتخابات لن يشوبها التزوير، نيات التزوير وبيع البطاقات ومحاولة القوى السياسية التغول، والقانون الذي فصل على مقياس القوى السياسية يمنع حدوث وإنجاز تغيير من خلال ذلك. تتفق الرئاسات الثلاث والجهات الرسمية العراقية والدولية على ضبط معيار الأمن في البلاد حتى إنجاح العملية الانتخابية، فيما سجاد لم يعرف عن مصيره إلا التنبؤات. حاولنا إسقاط الضوء على مفاتيح أو خيوط تدلنا على الحقيقة بالوصول إلى سجاد، لكننا ما زلنا في دائرة البحث عن المجهول، نوثق أي جديد يحيي ما تراكمت عليه الأيام. قيد ضد مجهول.